السلام عليكم. أعمار أهل البيت عليهم السلام. نبدأ أولا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد سنة 731 ميلادية، توفى سنة 632 ميلادية، وعمره صلى الله عليه وآله وسلم 63 سنة. ونجي ثانيا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. انولد سنة 599 قبل الميلاد، انولد سنة 599 ميلادية، واستشهد سنة 661 ميلادية، وكان عمره 63 سنة. ونجي ثالثا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، انولد سنة 625 ميلادية، وتوفى سنة 670 ميلادية، وكان عمره 64 سنة. رابعا الإمام الحسين سيد الشهداء، انولد سنة 626 ميلادية، استشهد سنة 680 ميلادية. وخامسا الإمام علي بن الحسين السجاد، توفى سنة 713 ميلادية، وعمره 57 سنة. سادسا الإمام محمد الباقر عليه السلام، انولد سنة 57 هجرية، وعمره 57 سنة. سابعا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، انولد سنة 33 هجرية، ووفاته 148، عمره 68 سنة. الإمام موسى الكاظم عليه السلام، انولد سنة 128 هجرية، وفاته 183 هجرية، وعمره 55 سنة. الإمام علي الرضا عليه السلام، انولد سنة 148 هجرية، ووفاته 202 هجرية، وعمره 49 سنة. الإمام محمد الجواد عليه السلام، سنة 165 هجرية، ووفاته 220 هجرية، وعمره 25 سنة. الإمام علي الهادي، انولد بالمدينة المنورة، ووفاته 54 هجرية، وعمره 42 سنة. الإمام الحسن العسكري عليه السلام، انولد سنة 131 هجرية، ووفاته 260 هجرية، وعمره 29 سنة. آخرا الإمام المهدي عجل الله فرجه، عمره الآن 1173 سنة. المهدي عجل الله فرجه. أهل العالم، أنا الإمام الغائب، أنا يا أهل العالم، أنا الصمصام المنتقم، يا طالبا بالأرض المقتول بكربلاء، يا فارس الحجاز، يا بقية الله أدركنا. لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي.